يا مساء الرعب والغموض على كل متابعين دكتور حبشي. واحد من متابعين الصفحة بعت لي القصة دي واللي حصل معاه في أحد سجون ليبيا والكيان اللي بيطارده. اسمع يا غالي. اسمي محمد من مصر بس عايش في ليبيا من وانا عندي حوالي 13 سنة. رحت وكان في مشاكل هناك. اتحبست من وانا عندي 14 سنة. كانت مشكلة مع واحد كان ضارب اخويا الصغير وانا قطعت ايده. اتحبست 3 سنين وانا محبوس. اشتبكت مع واحد اكبر مني سنا، ضربني خليته نايم وكلت ودانه. جه السجان دخلني حاجة اسمها التلاجة، تأديب يعني. فضلت 3 ايام وانا نايم. اول يوم بقيت بشوف عيون بشكل غريب، بس تاني يوم الارض عملت على شكل بير وشفت واحد اسود طالع منه. انا جريت على الباب وقعدت ارزع، محدش سمعني. المهم الراجل الاسود ده كلمني وقال لي لو عايز تطلع من هنا اشوف دم على ايدك. الكلام ده بقى بيحصل معايا من 10 لحد الساعة 4 ولا حاجة. احنا بنوام الساعة كده من رطوبة الجو. انا مسمعتش كلامه، وبرغم ان انا اصلا لوحدي كنت مقطع جسمي عادي من قبل ما يطلع. تاني يوم على كده، تالت يوم ده بقى اللي كان صعب عليا حرفيا. شفت الموت. انا كنت نايم على السقف مش على الارض، ونفس الراجل جالي وكلمني تاني وقال لي انا هاذي اخوك وامك اللي انت جيت هنا عشانهم. انا خفت على اهلي وعملت اللي هو عايزه وقطعت نفسي قدامه. ما الموضوع عادي بالنسبة لي، بس بعد ما عملت كده لقيته بيضحك ضحكة هستيرية وبيقول لي كده اتميت الطلاسم. وانا وانت عيل معرفش يعني ايه الكلام ده. تاني يوم بقى اللي بقيت بعمله بقى بيتحكي لي. تاني يوم الصبح صحابي بقى يقولوا لي انت بهدلتنا. بهدلت زمايلي في الحجز وبقيت اشنق نفسي ويلحقوني وانا بشنق نفسي. ما بقيتش عارف انا ايه ولا مين ولا اي حاجة. الموضوع ده خفف عليا الحكم من 3 سنين لسنة، رأفة بحالتي عشان ما كنتش عارف اي حد. ما كانش حد عارف انا ايه اللي عندي ولا اي حاجة، وطلعت الحمد لله وانا بخير دلوقتي. لو القصة عجبتك وحابين تسمعوا اكتر من قصص المتابعين مرعبة، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتابعوا الصفحة عشان يوصلكوا كل جديد. وقول لنا في الكومنتات لو كنت مكان محمد كنت هتعمل ايه.